مرموش شعل فيهم النار، مرموش شعل فيهم النار. يمكن ما تكونش شايف قصة مرموش ملهمة كفاية عشان طلع من ايجيبت مش من نجريج، بس لازم تعترف بالمجهود الجبار اللي عمله في رحلته. تعالى نرجع مع بعض سريعا لبداية مرموش مرورا بنجاحاته وأخيرا وصوله لأقوى دوري في العالم. وهل فعلا هيكون دكة لهالاند ولا المصري اللي اتغلب على أقوى مهاجمين أوروبا؟ ايه الدوري اللي نفسك تلعب فيه؟ دوري انجليزي. يوم 7 فبراير سنة 1999 في الماما أفريكا في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد في العاصمة القاهرة، اتولد عمر خالد مرموش للأب المهندس خالد، ومن الأم اللي بالمناسبة مصرية مش كندية خالص. موضوع كندا ده كان مجرد 6 سنين عاشوهم هناك، وعمر زارهم مرتين بس، وطبعا الوقت ده يأهلهم يكونوا مواطنين كنديين، وبينقل الجنسية للابن بشكل تلقائي. بعدها رجعوا للقاهرة واستقروا عشان عمر يقدر يركز في دراسته، وفي نفس الوقت قدموا له في أكاديمية وادي دجلة، وبسرعة ظهرت موهبته وكان دايما اختيار أول للمدربين، وظهوره في مستوى أعلى من زمايله وتسجيله باستمرار صعدوا للفريق الأول في يوليو 2016 عشان يظهر أكتر في الدوري المصري ويبدأ اسمه يرتبط بالأهلي والزمالك. لكن بعد 18 مشاركة بس وتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف بيبان طموحه ورغبته في الاحتراف، وبيخرج من القارة كلها على أوروبا، وبيختار يلعب في الفريق التاني الفولفسبورج الألماني. في الفترة دي تم اختيار مرموش لتمثيل منتخب مصر تحت 20 سنة، وبعد خروجه من مرحلة المجموعات رجع تاني لألمانيا، وفضل مركز في تدريباته واستحمل 2 سنين كاملين لحد ما تصعد للفريق الأول في مايو 2020، وظهر موسمين في البوندسليجا ما قدرش يشارك فيهم غير في 10 مباريات بس، ومستواه الباهت وقتها خلى الإدارة في يناير 21 تخرجوا إعارة لسانت باولي الألماني. وخلال 21 مشاركة قدر يسجل 7 أهداف ويشارك في 2، وفي آخر الموسم مع نهاية الإعارة مرجعش الفولفسبورج في مساره الطبيعي. بالمناسبة دي الفترة اللي اتعرض عليه تمثيل منتخب كندا لكنه رفض واستنى عرض منتخب مصر. المهم في 30 أغسطس 21 راح مرموش على نادي شتوتجارت إعارة لمدة سنة، وهنا بدأت ملامح القصة تتغير لما سجل هدف التعادل في آخر ثواني ضد فرانكفورت، وكمل في مستوى قوي وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني بعد سنين من المرمطة والإعارات وصعوبات بسبب اللغة والجو اللي ما كانش متعود عليه. وفي أكتوبر 21 كان تعويض تاني لمجهوده والتدريب في أعلى مستوى لما أصر كروش على ضمه لتمثيل منتخب مصر لأول مرة في حياته بعد استبعاده من الأولمبياد، وما كدبش خبر وسجل هدف قدمه للجمهور المصري. وفي ديسمبر مثل مصر لتاني مرة في كأس الأمم الإفريقية وعمل بطولة قوية وأكد إنه يستحق يكون في المنتخب، ووصل معاهم للنهائي ضد السنغال. تعلن السنغال عن بطولة هي الأولى ليها في تاريخها. رجع مرموش لألمانيا وأنهى إعارته لشتوتجارت ب 34 مشاركة و4 أهداف و6 مساهمات، وده أكبر إدارة فولفسبورج تحتفظ بيه المرة دي وتديه فرصة في الملعب. الفرعون المصري عمر مرموش يوصل العافية. وفي مارس 22 رجع تاني للمنتخب في تصفيات كأس العالم وشارك في الهزيمة ضد السنغال والخروج من المنافسة. مرموش ده طلع فنكون. لكن عقلية مرموش ما شافتش غير التدريب والاجتهاد في سبيل هدفه عشان يسجل أول أهدافه مع فولفسبورج في كأس ألمانيا، ويسجل هدفه الأول في الدوري ضد شتوتجارت، ويقفل الموسم في فورمة ملفتة، ويبدأ الموسم اللي بعده في نفس المستوى ويسجل ماتش ورا التاني لحد ما رجع للمنتخب في مواجهة ملاوي في تصفيات كأس أفريقيا، وسجل في الذهاب والعودة وكان من أسباب الفوز. وفي مواجهة غانا سجل التعادل وأكد صعود مصر الدور ال16، ورجع ألمانيا قفل دفاتره مع فولفسبورج ب 41 مشاركة و9 أهداف و3 مساهمات، وطلع سلمة كمان بانضمامه لفرانكفورت في صفقة انتقال مجانية. وفي أغسطس 23 بدأت المكنة تطلع قماش وسجل أول أهدافه في الكاس ضد لايبزيج، والأول في الدوري ضد ماينز، والأول في الأوروبا ليج ضد أبردين، وأنهى الموسم بتسجيل 18 هدف و6 مساهمات في 54 مشاركة في كل البطولات. وهنا بقينا نشوف اسمه بيرتبط بأكبر أندية أوروبا زي أرسنال وليفربول ونيوكاسل وتوتنهام، بالأخص بعد تألقه قصاد وحوش ألمانيا وتسجيله في مواجهة بروسيا والبايرن. لو ممكن يتخطف في يناير
مش هيستنى نهايه الموسم. في موسم واحد قدر مرموش يكون أعلى هداف إفريقي في ألمانيا، ومعاه فرانكفورت اتأهلت للدوري الأوروبي. وفي سبتمبر 24 كسب جايزة لاعب الشهر بعد تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 أسيستات. وما اكتفاش بده واستمر في التسجيل والمساهمة عشان يكون هداف الدوري فوق وحش اسمه هاري كين. وما كفهوش برضه كونه من أعلى المساهمين في أوروبا كلها. وجه في نوفمبر 24 سجل 3 ضربات حرة في 3 مشاركات متتالية عشان نشوف اسمه بيتحط جنب ميسي في تحقيق الإنجاز ده. هنا مرموش خلاص حفر اسمه في صفحات التاريخ، وبقى أول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 15 هدف في نص موسم، وأكتر لاعب مساهمة في الدوري ب24 هدف في 17 مشاركة، وأكتر لاعب صنع فرص محققة ب11 فرصة، والأعلى مساهمة أوروبيا برصيد 33 هدف بعد محمد صلاح. لا ما حدش يجي زي صلاح تاني. انسى انسى انسى. وهنا بدأت قصة مرموش مع السيتي اللي كثف كل مجهوداته عشان يخلص معاه في الانتقالات الشتوية. والجميل في المفاوضات ان الطرفين كانوا عايزين بعض. مرموش منفتح جدا للانتقال للسيتي وشايفها فرصة ما تتفوتش، والسيتي كمان اختاروه مخصوص وحطوه أولوية على مراكز تانية مهمة زي الارتكاز والدفاع. طب ليه السيتي يجري ورا مرموش بالشكل ده؟ أولاً عشان شايفينه لاعب متنوع ويقدر يلعب في مراكز هجومية كتير. ثانياً عشان هداف وإنهاء الهجمات عنده مميز. ثالثاً عنده ميزة إنه بيلعب فاولات وبيسجل منها. رابعاً شايفين إنه هيعوض خصائص ألفاريز، وإنه ممكن يعمل ثنائية هجوم قوية مع هالاند زي الثنائية اللي عملها مع إيكيتيتي المهاجم التاني اللي بيلعب جنبه في فرانكفورت، لأن مرموش صنع 5 أهداف الموسم ده ليه. المشكلة اللي ظهرت بقى إن إدارة فرانكفورت قالوا إحنا هنبيع مرموش دلوقتي لو جالنا فيه 80 مليون يورو، وده رقم السيتي موافقش عليه لأنه محدد 60 مليون كحد أقصى للصفقة. زمن الخيالات والتصورات انتهى وتحول لواقع ملموس، وبقى عندنا لاعب مصري تاني بعد محمد صلاح بيوصل للعالمية، وبقى مطلوب بالاسم في أندية أوروبا الكبرى. في 16 يناير 2025 بعد أكبر ضجة تحصل على لاعب في الميركاتو ومفاوضات طويلة بين فرانكفورت والسيتي، وقع مرموش لمدة 5 سنين مقابل 70 مليون يورو. وعلى فكرة دي أول فلوس تدفع في مرموش عشان يلعب باسم أنجح نادي إنجليزي في الوقت الحالي، وأول لاعب مصري يتمرن تحت إيد أفضل مدرب في التاريخ. مرموش سلاح هجومي فتاك قدام المرمى، يقدر يلعب جناح ومهاجم إضافي، ولاعب صريح بين العمق والأطراف، وبيأدي في كل المراكز بنفس الفعالية تقريبا. ومع معاناة السيتي تهديفيا رغم خلق فرص كتير، وبحساب إن مفيش حد بيسجل غير هالاند ده لو سجل أصلا، متوقع نشوف مرموش بيشارك باستمرار وبيعمل ثنائية مع هالاند زي ما قلنا من شوية، وده أفضل سيناريو بنتمناه. انا مبسوط ان في لعيب مصري هيلعب تحت ايد جوارديولا. السيناريو الأسوأ بقى ان جوارديولا يخليه بديل حرفيا لألفاريز، يعني دكة لهالاند اغلب الوقت ومستواه ينزل بالتدريج. نجاح مرموش من عدمه ما تقدرش تحكم عليه، وهيكون راجع لتأقلمه مع طريقة لعب جوارديولا. مرموش عنده وعي وثقافة كبيرة جدا بأدوار كل مراكز الهجوم، وفي نفس الوقت هيتعلم كتير من التجربة دي. المشترك بين صلاح ومرموش مش الشهرة والنجاح بس، الاجتهاد كلمة السر اللي بينهم وسبب وصولهم للمستوى ده. يعني ما تصدقش ان عمر مرموش نجح عشان حالته الميسورة، او صلاح نجح عشان يهرب من فقره بس. الاتنين نجحوا عشان صرفوا كل طاقتهم في سبيل الوصول. كلنا فخر بعمر مرموش وبنتمنى له التوفيق في اللي جاي. واخيرا ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.